يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. الذرة الحلوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهنضيف لها مكون يديها طراوة حتى لو سبتيها في التلاجة كام يوم ما تنشفش منك خالص، وممكن تديها لولادك مع الفطار في المدرسة. مشبع جدا لو خدنا منه قطعة أو قطعتين بين الوجبات. وده شكل طبق الذرة، بنجيبه من عند أي حد بيبيع خضار. ببدأ هنا أنظف الذرة، بطلع الورق اللي ملفوف حواليه والشعر، وأبدأ إني أجهزه للتقطيع. يفضل إني في المرحلة دي يكون مع جنبك كيس أو باسكت زبالة عشان ترمي أول بأول الحاجة اللي بتطلع منه عشان ما تبهدلش الدنيا. بقدر الإمكان بقطع كوز الذرة على 3، وهنا بلم الورق ولم الشعر اللي حوالين كوز الذرة، وابدأ اني اسحبه لتحت عشان اقطعه مرة واحدة مع الجزء اللي تحت من كوز الذرة. ايوه بس معلش السكينة بتاعتي مش قوية شوية. وبعد ما بقطع بلم بالراحة خالص من غير اي بهدلة للمكان حواليا، واقسم كوز الذرة على 3 قطع. لو انت شايفة الخطوة دي صعبة بالنسبة لك، ممكن تكون حلتك كبيرة شوية، فتحطي فيها الكوز زي ما هو وتسلقيه. بعد ما تسلقيه ممكن ان انتي تبداي تقسميه، هيبقى اسهل لك بكتير. بس انا بحب اصعب الامور على نفسي شويه. هنا برضو ده 3 كوز. ببدا انزل بالورق والشعر اللي ملفوف حوالين حبوب الذرة، واقطع كله من الجزئيه اللي تحت خالص بنقطعها. بلم بقى اي شعر موجود حوالين الذرة، ولم كل حاجة وارميها اول باول عشان ما نبهدلش حوالينا. وبكده بكون خلصت اصعب خطوة في الموضوع كله. ببدأ اني اشطف قطع الذرة كويس جدا، لو في بقايا شعر او اي حاجة فيها بتنزل في المية بشطفها اكتر من مرة، وارصها في حلة كبيرة وانزل عليها بنص كوباية من اللبن. ده بيدي للذرة طراوة حلوة قوي، ومعلقتين كبار من السكر، مية مغلية لحد ما قطع الذرة المية تغطيها. وأبدأ إني أقلب علشان السكر يدوب وما يتكرملش في قعر الحلة. بقلب عشان السكر بس ما يتكرملش في قعر الحلة. النار بتكون عالية، بغطي عليها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق بفتح عليها وبقلب قطع الذرة على الناحية التانية، وبوطي النار خالص، بخليها شمعة. يعني هي العين الكبيرة بس النار نفسها بتكون واطية عشان يستوي براحته خالص. وبسيبه على نار هادية لمدة نص ساعة. نص ساعة حتى ما بفتحش الغطا من عليه خالص، بسيبه زي ما هو. بعد نص ساعة بفتح الغطا وأقلب الذرة، وبعدين أطفي النار واسيب الحلة متغطية لمدة ساعة. يعني الذرة بيكمل السواء والنار مطفية. بعد مرور الساعة ببدأ إني أطلعه، أصفيه من المحلول اللي كان فيه، وأبدأ إني أحطه في طبق. وده شكل الذرة جميل جدا، لونه رائع، طعمه تحفة. وبألف هنا وشفا ليكم.